بطلب. ده الفعل المضارع. ما معنى كلمة يسبق المضارع في بطلب؟ يعني يجي قبل الفعل المضارع أي شكل من أشكال الطلب. طبعا أنت لو جيت سألتني معلش هي إيه أشكال الطلب؟ هقول لك معلومة. أنت نسيت إن الأمر طلب، وإن النهي طلب، وإن الاستفهام طلب، وإن التمني طلب. إحنا هنا هنركز على الأمر وعلى الإيه يا جماعة؟ طب معلش الله يخليك، دي مش محتاجة إن أنت يعني تفكر كتير. هو أنا لو قلت لك كلمة أذن، أذن ده فعل إيه؟ ده فعل إيه؟ خلاص أنا هطلع منه سهم كده وهكتب إن هو فعل أمر. طب الأمر ده طلب ولا مش طلب؟ يبقى معنى كده إن المضارع ده جاء قبليه طلب، والطلب كان له أمر. طب ما الشرط الأولاني بيقول لك إن المضارع اللي هو ده يسبق، يعني يجي قبليه أي شكل من أشكال الإيه؟ الطلب. الشرط ده بيتحقق عندك في الآية ولا ما بيتحققش؟ بيتحقق، صح كده؟ طيب بص الشرط التاني، أن يكون المضارع يعني معنى كده إن أنت هتركز على يأتوك. أن يكون المضارع مترتب على ما قبله. لو مضايقاك كلمة مترتب على ما قبله خلاص خلينا نقول يا أستاذ عمر نتيجة لبعيد. يا جماعة معلش، ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج. نادي بس وأذن في الناس، بص النتيجة يأتوك رجالا، هيقبلوا إيه؟ عليك. هم أقبلوا عليك نتيجة إن أنت عملت إيه؟ أذنت، صح كده؟ يبقى معنى ذلك إن الموضوع هنا مترتب على الأمر اللي جاي قبل إيه؟ قبل منه. يا جماعة معلش هو في مثال بسيط جدا، يعني أنا معلش لو جيت قلت لك هنا ذاكر تتفوق، أنت إزاي ما خدتش بالك إن الفعلين دول بينهم واحد أمر وبينهم واحد مضارع؟ يعني كلمة تتفوق ده ما ده فعل مضارع، وكلمة ذاكر ده ما هو فعل إيه؟ أمر. يبقى هنا المضارع فيه قبليه أمر، والأمر ده شكل من أشكال الطلب. يبقى أنا كده حققت لنفسي الشرط رقم واحد. مين اللي قال اتنين يا جماعة؟ المضارع لما يسبق بطلب ده الشرط الكام؟ الأولاني. طب الشرط الثاني تتفوق ده نتيجة للمذاكرة ولا لأ؟ ذاكر النتيجة تتفوق نتيجة، يبقى الشرط ده كمان اتحقق. تمام؟ زي هنا قسم في الناس بالحج النتيجة إن هم هيأتوك، هيجوا لك من كل إيه؟ من كل ناحية لأن أنت أذنت. تمام؟ الشرط الثالث خلي بالك ده مهم جدا،